السلام عليكم ورحمة الله. مبروك لمنتخب مصر. ألف مبروك. ماتش العمر. ماتش العمر النهاردة قدام بلجيكا. بلجيكا تاني العالم، تاني التصنيف العالمي، التاني. احنا كسبنا النهاردة تاني فريق على مستوى العالم. كسبنا بلجيكا بنجومها الفيرست تيم النهاردة. نجوم الصف الأول: دي بروين، هازارد، فينسنت، تيبو كورتوا. احنا النهارده جبنا جونين في تيبو كورتوا اللي عجز ليفربول في نهائي الشامبيونز ليج ان هو يهز شباكه، اللي هو كان عقدة تيبو كورتوا لفرق اوروبا كلها. النهارده منتخبنا كسب بلجيكا 2-1 بجدارة واستحقاق. كل منتخبنا كانوا نجوم، من اول روي فيتوريا المدرب، التشكيل الصح، الخطة الصح. النهاردة كل فرقتنا: أكرم توفيق نجم المباراة النهاردة قفل على كراسكو، لاعب الدوري الأسباني، اللاعب الفذ اللي احنا كلنا عارفينه ومتابعين مستواه. قفل عليه حرفيا، حطه في جيبه، حط كراسكو في جيبه. النهاردة أحمد حجازي وعلي جبر صمامين أمان. النهاردة محمد حمدي ناحية الباك الشمال من أحسن ماتشاته. النهارده محمد النني كان نجم المباراة. كل لعبه أمامي وتحركات من أحسن التحركات. نجم الأرسنال النهارده كان فعلا مبدع. عبد الرحمن حمادة نجم فوق العادة، نجم عالمي اللي اكتشفه روي فيتوريا. جابوا المنتخب القومي وهو عنده 29 سنة. لعب مباراة التاريخ. طارق حامد نجم المنتخب المصري، مع احترامي لكيروش اللي حرمنا من وصول لنهائي او الوصول لنهائيات كاس العالم بسبب دماغه. اتفرجوا النهارده طارق حامد عمل ايه في المباراة. النهارده كان بيعمل ايه وبيقطع الكور ازاي وبيصلح ازاي كور وبيباصي وبيمد لعيبة خط الوسط بالكرات وبيمد الاطراف. النهارده اتفرجوا على تريزيجيه، اتفرجوا على صلاح. طبعا صلاح نجم فوق العادة. احسن استثمار للفرص النهارده فعلا مصطفى محمد الاناكوندا. النهارده اللي عمل كرة في دي بروينا من احسن الكرات، وركن كرة لتيبو كورتوا ما شافهاش خالص. كل منتخبنا كانوا نجوم. النهارده اما مدرب بلجيكا يطلع بعد المباراه يقول: فين مصر من كاس العالم؟ فين مصر؟ النهارده ما حسيناش بألم خروجنا من كاس العالم الا النهارده حسينا بيها. احنا كنا اقدر بالوصول. احنا الفرقه العربيه الوحيده اللي كسبت الاسبوع ده. كل الفرق العربيه لعبت فرق وخسرت منها ما عدا مصر. ردت اعتبار للفرق العربية وكسبت مين؟ بلجيكا مدربها العالمي مارتينيز النهاردة اما يقول على فرقتنا احنا فين من كأس العالم، يبقى نستحق. الثقة في نفسنا احنا كنا فاقدينها، بس لما بترجع لنا محدش بيقف قدامنا من فكرنا. عندنا ذكاء كروي، عندنا حاجة اسمها الذكاء الكروي. في حاجة مش كرة القدم كلها فعلا مهارات، فعلا لياقة، تكتيك. انما في حاجة اسمها الذكاء الكروي اللي احنا النهاردة كان عندنا. وصلنا لتيبو كورتوا من اقل استحواذ 39% ومثلا 61% بلجيكا. انما منتخبنا كان عنده حسن الظن. اكرم توفيق نجم المباراة، ويجي من بعده كل لعيبة مصر بداية من الشناوي لحد مصطفى محمد. احنا بنتكلم خط الدفاع: احمد حجازي، علي جبر، محمد حمدي، اكرم توفيق، النني، عبد الرحمن حمادة، طارق حامد، محمد صلاح، تريزيجيه، مصطفى محمد، ومن بعدهم احمد سيد زيزو. منتخبنا النهارده لعب مباراة من احسن المباريات اللي اتلعبت يعني في السنين الاخيرة، من احسن المباريات. نستحق المكسب.
نستحق نكون في كأس العالم، ولكن للأسف بس بداية للي جاي، بداية للي جاي واللي هيكون. الكرة الصح، الفكر الصح، اللعيبة الصح اللي على أرض الملعب تنفذ لك مطلوب إيه ومدرب عايز إيه ومدرب فاهم هو بيعمل إيه. مع احترامي لكيروش وتعنده، لما بتاخدش طارق حامد يتعند أكتر، لما ما بتاخدش محمد شريف بتعند أكتر، لما ما باخدش قفشة بتعند أكتر، وكمان بضر بإيه؟ بالشكل العام للفريق. لا، هي مش كده. في مرونة في تجاوب من اللعيبة مع خطة فيتوريا بيلعب كورة هجومية وكورة أمامية، وكمان بيأمن الدفاع. احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ وشكل، ليك شكل، استحواذ، بريس. النهاردة نتيجة البريس والضغط الهدف الأول جه عن طريق مصطفى محمد. النهاردة عن طريق الهجمة المرتدة الهدف الثاني جه في أول الشوط الثاني. لمسة من صلاح لتريزيجيه ضرب الدفاع كله، الدفاع البلجيكي الفذ. النهارده باتشواييه ما عملش حاجه، فينسنت ما عملش حاجه، دي بروين، هازارد، كل نجوم الصف الاول. مارتينيز، نزل مارتينيز في الشوط الثاني، طبعا نجم نابولي السابق، ما عملش حاجه، ما عرفش يعمل حاجه. نزل الصفوه، كان ما عدا فاضل روميرو لوكاكو كان فاضل ينزل، وكان قاعد بره على اخره من ناحيه منتخب المصري. بلجيكا خدت درس بعد المباراة وقالوا احنا استفدنا، واحنا لو ما لعبناش بمستوانا هنخرج من الدور الاول لكأس العالم. الف مبروك لمنتخب مصر، كل الاحترام لفيتوريا وللعيبة، وان شاء الله من احسن لاحسن، وهنعلى في الرانكينج، هنعلى في التصنيف الدولي. المباراة طبعا مباراة في الاجندة الدولية هتفرق معانا جامد، مستوانا هيفرق جامد، ومن تحدي لتحدي، وبإذن الله منتخب مصر هيفضل في العالي ان شاء الله على طول. شكرا منتخب مصر، وان شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.